أحبابي، للمعصية شؤم، نعم للمعصية شؤم. هذا آدم عليه الصلاة والسلام، شؤم المعصية أخرجه من الجنة وأخرج أمته كلها من الجنة، وأصبحوا يكابدون هذه الحياة الدنيا وما فيها من آلام وبلاء. إبليس عليه لعنة الله طرد من الجنة وطرد من رحمة الله عز وجل ولعن بسبب معصية واحدة، أبى أن ينصاع إلى أمر جبار السماوات والأرض، استكبر أمام الأمر الذي أتاه من ربه عز وجل أن يسجد لآدم، فاستكبر هو وجنوده، فاستكبر إبليس. شؤم المعصية لحق كذلك الأمة بأسرها، بأن هذا المخلوق لا يزال يعيث في الأرض الفساد ويوسوس لمن يشاء. نعم أيها الأحباب، شؤم المعصية شؤمه عظيم، يتعدى الفرد والمجتمع. الحسن البصري يقول: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. الفتنة التي تصيب الناس من زلازل ومحن وبلايا ما هي إلا عقوبة من الله سبحانه وتعالى ينزلها على الناس. نعم أيها الأحباب، للمعصية شؤم. هذا ابن عباس يقول: يا صاحب الذنب، يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، لا تأمن سوء عاقبة الذنب، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. الأمر الذي يتبع الذنب هو أعظم من ذات الذنب الذي أنت تقوم وتعمله. قلة حيائك أو قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. قلة الحياء والمراقبة، مراقبة الملائكة ممن كانوا على اليمين وعلى الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقلة حياءك من الله عز وجل الذي يراك وتقلبك، هذا الحياء، قلة حيائك عن أعظم من الذنب نفسه. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك، ما يخاف القلب من نظر الله إليك، أعظم من الذنب. انظر إلى عظم ما ترتب على الذنب وما تبع الذنب، أعظم من الذنب الذي أنت تراه. بل يستصغر الإنسان الذنب. في مسند الإمام أحمد بن حنبل يروي ابن مسعود كلاما عظيما يقول هو: إياكم ومحقرات الذنوب، بل يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إياكم، يحذرنا من محقرات الذنوب، بسيطة، صغائر الذنوب ما فيها شيء. إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه يقول في البخاري: إنكم، يخاطب التابعين، يخاطب من جاء من بعده، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. فما الظن باليوم بالأعمال التي نقول فيها ما فيها شيء ولعلها في ميزان الله عظيمة؟ يأتي الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. هذا قول السلف، هذا كذا قول السلف أيها الأحباب. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم. وإذا أغضبت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم. نعم أيها الأحباب، هذا شأننا.
طبول الحرب تقرع طبول الحرب. الأمور السياسية مضطربة ولا زلنا ستار أكاديمي يرفرف عندنا. الصواريخ تضرب ولا زال ستار أكاديمي عندنا، ولا زال التلفزيون، ولا زال الشباب في ضياع، ولا زلنا نسمع الأغاني. لو جاز لي لسميت المطربين والمطربات الفاجرين منهم والفاجرات. أما نخاف 2/8 سنة 90 وما هي عنكم ببعيد. اجتاحت الأرض اجتياحا كاملا، فاجتاح الأرض حزن بالغ اجتاح الأرض أيها الأحباب. وما زلنا في غفلة، لا زلنا نغفل. شؤم المعصية والله سيأتينا كلنا إلا من أنكر المنكر، ولعلي أكون أول المنكرين. ننكر المنكر بلساننا حتى ينجيني الله سبحانه وتعالى أنا وأهلي ومن أنكر معنا. نعم، تريد النجاة؟ انكر المنكر، لا ترضى بالمناكير التي تأتي. والله يفتح الصحف اليوم، جريدة اليوم افتحها، والله القلب يخاف. لا أدري ما سيصنع بنا. دولة صغيرة ضعيفة ما عندنا شيء إلا رحمة ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. متى نفيق؟ متى نصحو؟ متى ترجع لنا ندب عن هذه الغفلة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الهدي والرشاد والسداد، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الشرور والآثام. هو ولي ذلك والقادر عليه.